شدو قتلو وقطعو طراف ودارو في الميكات ومن بعد رماه في الخلا. شنو هو السبب اللي غادي يخليه يرتكب ابشع جريمه بحال هادي؟ هادشي كامل غادي نعرفوه في القضيه ديالنا ديال هاد النهار. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وفي احوال جيده. وقبل ما نبداو القضيه ديالنا كنتمنى انكم تدعموني دائما بلي كومونتير، واللي مازال ما دارش المتابعه للقناه يديرها باش دائما يوصلكم الجديد. وبلا ما نطول عليكم نبداو قضيتنا. قضيه ديال هاد النهار هي قضيه غندي نشوفوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي هما عبره في الحياه، وان ربي كيعطيك شي نعم الا ما قدرتيهاش غادي تضيع حياتك وتاخذ طريق اللي هي طريق ديال الضياع. احداث هاد القضيه كتبدا في مدينه اكادير، عند واحد العائله ميسوره الحال لاباس عليهم. فيها الحاج محمد، عنده بزاف ديال المحلات اللي كاريها الناس، عنده التجاره في الملابس النسائيه، كان مزوج بواحد المراه، كانوا عايشين حياه طبيعيه وعندهم 3 ديال الاولاد. بطبيعه الحال كبروا الاولاد ديالهم. الولد الكبير كان عنده 36 سنه، مزوج وعنده ولد في العمر ديالو 5 سنين، وكان مستقر في الحياه الزوجيه ديالو وعايش بخير وعلى خير وخدام مع الوالد ديالو في التجاره. البنت الوسطانيه كان عندها 32 سنه وكانت خدامه واستاذه ومزوجه وعندها وليداتها، وحتى هي كانت مستقره في الزواج ديالها وعايشه بخير وعلى خير. اما الولد الصغير سميتو هشام، هو البطل ديال القضيه ديالنا اليوم. هشام كان عنده 25 عام، عاش واحد العيشه مفشه بزاف، كان ولد الفشوش، وبقوه الفشوش ما دار حتى شي حاجه في حياته. ما كمل قرايته، ما شاف شي خدمه اللي يبقى يصرف بها على راسو، ما خدم مع الوالد ديالو خوه، كان نهارو ما طال هو غير كيضيع في الوقت، كيفيق حتى للظهر، كياكل، كيدوش، كيلبس حوايجو، ومن موراها كيخرج يمشي لبرا ويبقى مع صحابو حتى الليل، عاد كيدخل وغدا عاوتاني كيعاود نفس الشيء. المهم نفس الروتين عايش عليه، الفلوس موجوده، ما ضارب الحساب لحتى شي حاجه. الحاج محمد عيا في ولده، قال له اللي بغيتي نديرها لك، بغيت نعمر لك شي حانوت وتجلس تبيع تشري فيه، بغيتي تمشي لشي دوله نصيفطك ليها، اي حاجه بغيتيها انا معاك من الصباح. حتى خوت هشام كانوا من النوع اللي باغيين خوهم يدير المستقبل ويعيش مزيان، حتى هما كانوا مستعدين يعاونوه باي طريقه. هشام ما نفع فيه والو، لا نصائح، لا النصائح ديال الام ديالو، لا ديال الاب ديالو، ولا حتى ديال خوتو. حتى لواحد النهار غادي يجيو والدين ديال هشام وخوتو وشدوه وقالوا ليه شنو بالك نزوجوك، تزوج بشي بنت الناس هي اللي غادي تجمعك وترد لك البال وتخليك ما تكونش بحال هكا، حيت حنا ما نفعناك بوالو. يمكن الا تزوجت تدير فيك النفس وتنوض تخدم على راسك ولا دير شي مشروع، اما من غير هكا ما غادي دير والو في حياتك. هشام كان رافض هاد الفكره قطعا، ما كانش كيفكر في الزواج نهائيا. قال لهم غير نساو، انا ما غاديش نتزوج وما عندي ما ندير بشي صداع الراس، ما بغيتش غير بعدو مني. ولكن الحاج محمد وولادو ضغطوا عليه باش يتزوج واستعملوا معاه جميع الطرق باش يقنعوه يتزوج، وهنا غادي يوافق غير باش يدير ليهم الخاطر. فعلا قلبوا ليه على واحد البنت من المعارف ديال الحاج، كانت بنت تقريبا قدو في العمر، اللي ممكن تقدر تفاهم معاه وما يلقاوش مع بعضياتهم مشكل. كان الاسم ديالها هناء. المهم خطبوها، داروا العرس، كل شيء. الحاج محمد عطى لولدو الدار اللي كاينه في واحد العماره، فرشها وقادها من كل شيء، وقال له هذه هي اللي غادي تجلس فيها انت ومرتك. هشام فاش تزوج الاب ديالو كلفو باش يقابل له شي محلات ديالو وعطاه الطوموبيل وكل شيء، غير باش يخدم ويدير فيه النفس ويعيش بحاله بحال الناس. دازت شي شهر على هذا الزواج، ولا هشام العاده ديالو القديمه، ولا كيسكر ويولي للدار يضرب مرته ويتكرفس عليها. هنا ما قدرتش تصبر لهذه الحياه مع واحد الشخص ما عنده غرض فيها، ويزيد يشبع عصا ويسكر وما قادرش يتحمل المسؤوليه. واحد النهار هنا جمعت حوايجها، خرجت من الدار، رفعت عليه دعوة ديال الطلاق، تنازلت على حقوقها وكل شيء. كان الأهم بالنسبة ليها هو التهنى منه، حيت ما شافت منه غير العذاب. هشام رجع لنقطة الصفر في حياته، ضيع هناء اللي كانت معها بنت الناس، ضيع خدمته اللي عطاه الأب ديالو، ورجع لحياته القديمة. ولكن الحاجة اللي تبدلات هي أن الدار اللي عطاها ليه باه بقى فيها، بالعكس
عايزة خدا راحته كتر وكتر، ولا كيقصر في الدار وكيجيب صحابو وكيطلقوا الموسيقى بالجهد يصدعوا الجيران ويبقاو حتى للصباح. وكان ما كيجيبش غير الولاد، حتى البنات كانوا كيجيو عنده. السمعة ديال هشام مع الجيران كانت غير كتزيد تكفس، والحالة هي الحالة. الاب ديالو عيا يهضر معاه، قال له الجيران راه دايرين بوجهي انا، انت ما تزيدش فيه عاود، دير بحسابي، الناس كتحترمني وانت ما خليت حتى واحد يحترمني. هشام كان واحد الشخص اللي ما كيتعلمش من الاخطاء ديالو، ما عندوش استعداد باش يبدل حياته، باغي يبقى ديما بحال هكا ويمكن حتى يموت. الوالدين ديال هشام بغاو يبعدوا عليه شويه، حيت يمكن هكا يقدروا يربيوه ويولي يفكر في والديه شويه ويدير لهم الاعتبار ويفكر حتى في راسو. بالضبط نهار الحد بالعشيه جات الحاجه هضرت مع راجلها، قالت لي راه هشام ما بقاش كيعيط في التليفون، البارح صونيت عليه في الصباح وقلت لي راني توحشتك، وقال لي غادي نجي عندكم هاد النهار الوالده وراه ما جاش. الحاج محمد قال لي هياك درنا نبعدوا عليه شويه وما نبقاوش نهضروا معاه، علاش مشيتي سولتي فيه ما كانش عليك؟ قالت له راه قلبي ما طاوعنيش وتقلقت عليه بزاف، راه صونيت عليه التليفون طافي ما عرفت مالو، الله يعطيك الستر، يلا نمشيو عنده للدار نشوفوه مالو. الحاج محمد قال لها واخا يلا نمشيو. وفعلا اللحظه اللي وصلوا للدار فتحوا بالسوارت، حيت هما عندهم ديجا السوارت، دخلوا للدار ما لقاوش الاثار ديال هشام. ولكن المشكله في الدخله في وسط الدار لقاو بزاف ديال الدم. مشاو للصالون ما لقاو والو، مشاو لبيت النعاس ما لقاو والو، في الحمام في الكوزينه ما كاين حتى شي حاجه. الوالدين ديال هشام تخلعوا، منين جا هاد الدم وفينا هو الولد ومالو غبر بهاد الطريقه المفاجئه؟